السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي بأي حاجة. ايه رأيكم نعمل أكلة عظمة؟ عظمة بمعنى الكلمة. مش هقولكوا ايه هي، انتوا تعرفوها قدام، انا مش هقولكوا ايه هي. قبل ما نبدأ تنسوش تصلوا على النبي واعملوا لايك واعملوا كومنت صلوا فيه على النبي. جبنا بصلتين كده حلوين، ضربناهم في الكبة، وهنا حطينا معلقة سمنة في الحلة، وكانت كبد وقوانص. جبنا القوانص حطيناهم الأول، طبعا تتشوح الأول. هنا بعد سايبين القوانص تتشوح على بال ما بنعمل البصل. بعد بقى ما ضربنا البصله في الكبه هنحط عليها ايه؟ التوابل، شويه ملح وشويه فلفل اسود. دي حب من البصل. مرتة تعمل مرتة. مرتة يعني جزء من البصل، مش كميه البصل كلها، مرتة. عرفتوا بقى ايه هي؟ دول 3 فرخات. ماما بدأت تجيب اللي هي المرت اللي بتقولكوا عليها دي وتعملها فيها من جوه. دي بقى ايه؟ بتتبل الفرخة، بتتبلها بيها. بتخلي لحمها طعمه حلو متبل كده. بالظبط كده. تكاية حلوة يعني، تعمل في الطيور. سيب تحت بالشكل ده الجلد. بتحط تحت الجلد. هي هتتحشي كمان الفراخ، هتتحشي لسه، بس هي بتعمل بالمرتة دي الاول. المرتة دي البط، الحمام، الفراخ، اي طيور. اي طيور. هنا بقى كانت القوانص اتشوحت زي ما انتوا شايفين كده. بدأنا بقى ننزل بالكبدة اهي بالشكل ده. قلبهم بقى كده. بعد ما قلبنا كبد والقوانص وخدوا صدمة مع بعضهم، هنحط بقى باقي كمية البصل. يعني البصلتين الحلوين اللي احنا عملناهم في الكبة، خدنا جزء مرتة والجزء التاني هو نزلنا بيه على الكبد والقوانص. بدأنا بقى نحط البهارات دي، بهارات والملح، نحط البهارات والملح. وفلفل اسود. هتحط فلفل اسود. ولو في بشرة جوز الطيب، بلح جوز الطيب ماشي، لو مفيش في خلاص. لو في بلح جوز الطيب تمام، مفيش مش مشكلة. اهي كده بتقلبهم. نيجي بقى للفريك. الفريك ده هي كانت غسلاه كويس ونقعاه في ميه قبلها بيوم. كانت غسلاه كويس جدا عشان ما يفضلش بيقرش او يبقى مش نضيف، ونقعاه في ميه قبلها بيوم. نقعها بقى عشان ما سووش على النار، هو يا دوبك رخرة يتشوح تلاقوه بس. ما هو ما خدش وقت في السوا، نزل كان استوى خلاص. خد تقليبه كده. نبدأ بقى نحشي الفراخ. طبعا انا مش محتاجه اقول لكم كان بيحصل ايه وهي بتحشي الفراخ، مش محتاجه اقول لكم. خدت الصدمه انا بقى. بدأت بقى تحشي الفراخ كده، تحشي ال3 فرخين. ده انا عملت لكم تحدي عليها، عملت لكم تحدي على الاكله دي. كده بدأت بقى تجيب اللي هي العظم بتاع الوراك دي وتدخلها في الرقبه، اللي هي تقفلها يعني. بكتفها. بتكتفها. وجابت الكيس الحراري. بدأت تحط باقي الفريك بالكبد والقوانص ده، تحطهم في الكيس وترص الفراخ عليها. مش كلهم. مش كلهم يعني. في ناس كده بالمعلقة فضلت شغالة. يعني. بترص الفراخ كده. نزلت طبعا باقي الفريك وهتقفل بقى الكيس. اعملوا لايك يا جماعة واعملوا كومنتات صلوا فيها على النبي. تقفل الكيس بقى كويس، وهتمسك السكينة هتبدأ تفتحه فتحات كده في الكيس كام خرم كده عشان ما يتنفخش ويفرقع في الفرن. عشان التهوية. وتجيب صينية وتحطها كده وتروح مدخلها الفرن بقى. طبعا الفرن يبقى سخن، انا كنت مولعاه من قبل ما تحشي. نيجي بقى طبعا في حاجة اكيد جنب تقعد في الفراخ. الفرن ساعة ونص كده. تقعد في الفرن ساعة ونص. في حاجة جنب الفراخ برضو مش هتقولها لكم، انتوا تعرفوها بنفسكم. جبنا معلقة سمنة وحطيناها في الحل، ودي كانت بصلاية كده مضروبة في الكبة برضو. احنا بنضرب في الكبة، بتقولي بشوري بضرب في الكبة. وجبنا دي قرفة اللي هي اعواد، الفخش. قرفة خشب. وحطت حبهان ورق راولي، اسمه ايه الليمون ده؟ ليمونة ناشفة. ليمونة ناشفة. وجابت كركم. وهتحط بهارات كبسة. كركم وكاري بهارات وبهارات كبسة. طبعا انتوا عرفتوا بقى ايه هي. يبقى بصلايه عليها حبهان ورق راولي وقرفه خشب، واللي هي الليمون الاسود ده. انت بتلجلجي ليه انت مش عارفه.
بهارات كبسه وكاري وكركم. تقعد تقلبهم كده بقى، تشوحهم مع بعضهم اهي كده. الريحه بقى يا جماعه، ريحه التوابل دي لوحدها كانت جباره. ما هو انت بقى لغايه ما الريحه تطلع كده تنزلي بقى بالرز. اه الرز ده الرز كنا غاسلينه، كانت غسلاه كويس برضه. احلى حاجه ان انا واخده من مامتي حته غسيل الرز كويس قوي ده، ما بعرفش اسيب الرز غير لما يتغسل. والله العظيم يا رب سامحني يا رب، تسامحها. داخله على امتحانات يا رب. لازم الرز الاقيه كده بينزل ميه أصلاً شفافه بقى تتشرب. اي حاجه بتتغسل ما بخليكيش انت تغسلي، الحمد لله. عندكيش ضمير. كده بقى تقلبه، وهتقوم حاطه الميه المناسبه ليه اهو كده. هو نص كيلو رز خد 3 كوبايات ميه. 3 كوبايات ميه. تبدا بقى تحط الميه، ودول كده 3 كوبايات ميه. ميه بتغلي. ما هي كانت بتغلي يعني، قبل ما عملت الرز شوحته وشوحت التابل وكده، كانت هي مولعه على ميه جنبها بتغلي اهو بالشكل ده. تبدا بقى تحط الملح، يعني بتحدقه بقى بس كده. بس كده بالنسبه للرز. نيجي بقى هنا كان خلاص اللي هي توطي عليه عشان يتشرب بقى. بس مفلفل ازاي، طبعا انا اللي كنت ماسكه المعلقه جنبها دي. وسع للتقيل. ايه القمر ده؟ انا مش شايفه. طعم يا جماعه خطير. التقيل الاكبر لسه هيجي بس دلوقتي. مفلفل ازاي. ما شاء الله. كان عايز شويه مكسرات بس انتوا ما بترضوش تاكلوا. كده فل قوي. انا عماله اكل في الاكل. كل ما مش تدخل المفروض ان انت تكوني شبعتش. كل ما تدخل المطبخ تلاقيني فاتحه حله الرز وباكل. فلفل ازاي. والريحه يا جماعه والطعم دمار. انت سبت المذاكره وقمت. مش عارفه استوعب. قاعده مش عارفه استوعب، عماله اعيد على المعلومه مره واثنين وعشرة، مش عارفه استوعب. امال بقى ما تشوفي اللي جايه لسه تقولي عليها ايه. ما انا بقول لهم التقيل جاي بقى دلوقتي. سمعتوا صوت الفرن؟ الكيس الحراري. وما ادراكم بالكيس الحراري يا جماعه. بصوا خضيت. خضيت. ما شاء الله متحمره ازاي. عايزه اقول لكم بقى على اللي كان بيحصل وهي بتحشي الفراخ بالفريك. مش عارفه اقولها لكم بصراحه. بلاش فضايح. بلاش فضايح. سخنه مش عارفه امسكها ازاي. ايوه بالراحه كده. طب يا جماعه نحاول نطلعها وهجيلكم. وبعد يا جماعه محاولات باتت ان تفشل، بس الحمد لله ما فشلتش. بصوا باتت ان تفشل. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا بجد. بصوا الجلد متحمر قوي. بصوا العظمه بجد، مش عارفه بقى اوصف لكم الريحه. بصوا كده، مش عارفه اوصف لكم الريحه بصراحه. الريحه والطعم هو وصل لكم. احساسي وصل لكم. وبس يا جماعه الاكل كده خلص. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.